اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحشتوني جدا متابعيني الغاليين. بشكركم وبشكر كل التعليقات الجميلة اللي بتجيلي على القناة. كلامكم بيدعمني وبيخليني حابة استمر و... وعايز اقدم كل حاجة جديدة معاكم. تابعوني النهاردة، هقدم معاكم فيديو جديد، تجهيزات كده للغدا، شوية حاجات بسيطة هعملها ان شاء الله تعجبكم. زي ما انتوا شايفين انا دخلت عشان احضر الغدا بتاعي. حبة سبانخ زي العسل. اول حاجة طبعا بحاول افرز السبانخ كويس، لو في ورقة كده مش نظيفة بشيلها، ورقة صفرة ورقة دبلانة. افرز الخضار بتاعك كويس جدا قبل ما تبتدي تشتغلي فيه. وهبتدي بقى اقطعها معاكم وهنطبخها مع بعضينا. طبعا السبانخ سهلة جدا، واكيد كل المتابعين بيعرفوا يعملوا السبانخ، بس انا بعملها بطريقة ماما ربنا يديها الصحة. طريقة جميلة وسهلة وطعمها كده بلدي شوية، انا بحب اكلها كده. برضو دي حزمة الكزبرة، اي ورقة صفرة كده هرميها على طول، مش هخلي فيها اي حاجة خالص. هقطع الكزبرة، وزي ما قلت لكم بقى طول ما احنا واقفين في المطبخ نلزم الاستغفار والصلاة على الحبيب المصطفى على قدر المستطاع. طبعا بمجرد ما بخلص على طول انا ما بحبش اشوف اي حاجة مش نظيفة قدامي. انضف كده البلانشاية واشيلها، والرخامة كمان اي حاجة كده عليها هشيلها على طول. طول ما انتي واقفة كده في المطبخ اي حاجة مش في مكانها، اي حاجة مش نظيفة شيليها. نضفت الرخامة وبعدين نقعت السبانخ في المية وغطا صغنن جدا من الخل لمدة ربع ساعة 10 دقايق، المهم ان الخضار يتنقع. وابتديت بقى دلوقتي اقطع الطماطم اللي هعملها عصير للسبانخ. وطبعا هنا انا مقشرة بصلاية عشان اقطعها، بصلاية صغنونة، مش لازم بقى دربك الدنيا واطلع الكبة وافرم في الكب، على ايدي كده على طول هتتبشر وهتبقى زي الفل اهو. تمام كده. ونكون بقى محضرين فصين توم فريش كده حلوين علشان نبتدي على طول نعمل الغدا. يلا بينا على البوتاجاز. ابتديت هنا بقى احمر البصل زي ما انتوا شايفين، وخد اللون الذهبي الجميل ده، والفصين التوم الفريش على البصل على طول مجرد ما احمر. وبعدين هبتدي بقى انزل بعصير الطماطم. تمام. شوية طماطم فايضين بقى اكيد هنحطهم على الشوربة يدونا طعم جميل جدا. تمام كده. سبكنا خلاص الصلصة بتاعت السبانخ، هنبتدي ننزل بالتوابل بتاعتنا. مكعب من مرقة الدجاج، وشوية فلفل اسود، وشوية كزبرة، وشوية صغيرين من الملح. حبة رز بقى براحتك، حبة فريك، حبة حمص، انتي ومزاجك. والرز اتفلفل اهو، ويلا بقى نحضر احلى غدا. ابتديت بقى هنا خلاص وقت الغدا جه، احضر الغدا لاولادي. مش قادرة اقول لكم ريحة السبانخ طالعة عاملة ازاي. في برضو بعض بيحبوا في الاخر كده يعملوا لها طش التومة، برضو بتبقى جميلة جدا، بس بالنسبة لي انا بتبقى تقيلة شوية. هحط بقى الرز كده في الطبق زي ما انتوا شايفين، واعمل لهم بقى شكل كده وادلعهم، ويلا نتغدى. اتغدينا الحمد لله، وبعدين دخلت على الدربكة اللي انتوا شايفينها. طبعا المواعين، انا بحب غسيل المواعين جدا، وبكون مستمتعة وانا واقفة بغسل المواعين. حبة بقى الفري دولت لما بيراغوا كده في السلكة البلدي بتاعتنا بيشجعوني قوي وانا واقفة بغسل المواعين كده، واشوف الحاجة قدامي بتلمع ونضيفة. خليكي مبسوطة وسعيدة وانتي بتعملي اي حاجة في بيتك، كده كده هتتعمل، اعمليها وانتي مبسوطة.
ومن هنا بقى هبتدي أجاوب عن سؤال متابعة. كتبت لي في الفيديو اللي فات تعليق كده بتقول لي أنا دايما خايفة يا أم جنات، وبحس إن في حاجة ممكن تحصل لي، ونفسي أعيش من غير ما أحس بالخوف، على طول خايفة. كان بالنسبة لي غريبة قوي إن التعليق ده اتقال فيه الخوف أكتر من 3 مرات. هي طبعا ما حددتش إيه نوع الخوف اللي هي قلقانة منه، بس أنا عايزة أقول لها حاجة. إحنا كمجتمع عندنا عقدة من الخوف في كل حاجة. خوف من الفرح، خوف من إني أفقد حد بحبه، خوف من المستقبل، خوف من رأي الناس فينا، خوف من مرض. كل المخاوف اللي جواكي سببها التفكير السلبي والمشاعر السلبية، وده بقى بيخليكي دايما متوترة وعصبية. خلي بالك، الأفكار السلبية اللي دايما بتفكري فيها بتنعكس على صحتك. يعني إيه؟ تحسي نفسك كده دايما وخمانة، بتبتدي تنسي كتير، أي كلمة بسيطة ممكن تهزك. طيب إيه بقى الحل؟ أولا، حافظي على صلاتك في وقتها قدر المستطاع، وحاولي تبدلي كل فكرة سلبية في دماغك بفكرة إيجابية، واعرفي إن كل الأفكار السلبية اللي في دماغك مخاوف مش حقيقية. دايما حددي لنفسك أفكار إيجابية، يعني مثلا حاجة حلوة نفسك تحققيها في المستقبل، بيت نفسك تبنيه، وابتدي اشغلي تفكيرك بالأفكار الإيجابية. والله هتلاقي المناعة عندك ارتفعت، وهتحسي إنك حابة الحياة. وخلي عندك دايما يقين إن كل اللي جاي في حياتك خير. متديش فرصة للخوف والقلق يعيشوا معاكي. صدقيني، الساعة اللي بتعدى عليكي وانتي بصحة وأولادك حواليكي والدنيا كلها بتطمنك، مفيش حاجة تستاهل القلق. عيشيها عيشيها وسيبي بكرة لربنا، واعرفي إن رب الخير لا يأتي إلا بالخير. ما تقلقيش نفسك بدون قلق، ما تخافيش ومفيش داعي للخوف. سيبي بكرة. صدقيني، طول ما انتي رامية توكالك على الله هتلاقي دايما ربنا بيسر لك كل خير. خوفك من اللي هيحصل مش هيمنعه، يبقى ليه نعيش في خوف؟ عيشي مرتاحة البال وريحي بالك واهدي وهدي نفسك، وبلاش الخوف اللي بدون أي معنى. ولما تحسي الموضوع زايد معاكي قوي، استغفري ربنا على قد ما تقدري، وابتدي قومي كده صلي ركعتين، وإن شاء الله الموضوع ينتهي خالص. أي حاجة عايزة تسألي فيها اتفضلي طبعا في التعليقات، منتظرة كل تعليقاتكم، هرد عليها إن شاء الله في كل روتين أعمله. زي بقى ما انتوا شايفين أنا هنا خلصت المواعين خلاص، وبشوف بقى آخر حاجة عندي. ما بحبش أطلع من المطبخ إلا ما أحس إن كل حاجة فيه تمام. الحوض تمام، البوتاجاز تمام وبيلمع وشكله كده نظيف، رخاماتي كلها تفتح النفس، ساعتها أقفل لمبة مطبخي وأنا مرتاحة. أنا كده خلاص خلصت، وهغسل طبعا الحوض كالعادة، وهرجع بقى أشوف أنا هعمل إيه تاني. خلاص كده أنا بشطب المواعين. يومي بسيط وهادي جدا، وطول ما أنا واقفة وبستعين بالله والله بلاقي كل حاجة بتعدي. تمام، أنا كده خلاص خلصت. آخر حاجة معايا بفكر دلوقتي قبل ما أطلع في المطبخ إيه اللي ممكن يتعمل. طبعا زي ما انتوا شايفين وانا طالعة برا المطبخ لقيت الطرقة بتاعتي شكلها مش عاجبني بقالها فترة كده، قلت بالمرة مش هكسل،
جبت شوية مية زي ما انتوا شايفين كده يكونوا دافيين شوية، وحطيت عليهم شوية من البرسيل الجل وشوية من مسحوق الأوكسي. الاتنين مع بعضيهم بيدوا مفعول حلو جدا، خصوصا لما تكوني هتغسلي حيطان. وابتديت بقى بالمقشة عشان أسهل الموضوع على نفسي. اهو شايفين الرغوة عاملة ازاي؟ أنا أحس براحة أكتر لما أعمل حاجة كده، أحس إن هي مضايقاني أو شكلها مش ظريف. اهو الموضوع ما أخدش مني 5 دقايق بس، حسيت براحة بعد ما خلصته. الحيطان بتاعة الطرقة كانت مش نضيفة خالص. اهو المقشة احطها في المية وعلى طول، الموضوع ما بياخدش وقت. اهو شوية مية بقى كده، هبتدي اشطف الحيطة بتاعتي. اهو لمعت وجميلة وشكلها يفتح النفس. تمام. اهو انا كده ارتحت لما نضفت الطرقة بالشكل اللي انتوا شايفينه. اهو تمام. شوية المية دول بقى اكيد مش هدلقهم، اخدتهم على طول على الارض كده على السيراميك زي ما انتوا شايفينه برضو بالمقشة، وابتدي ادعك الطرقة. اهو تمام. انا يومي معاكم خلص، لكن بيبتدي بقى مع نفسي. في المرحلة دي بقى خلصتي الاكل بتاعك، خلصتي كل اللي وراكي في المطبخ، تمام. خشي بقى روقي على نفسك، بسي حاجة كده، حبة مرطب كده بساط جدا في شفايفك في خدودك في اي كده، يعني روقي كده على حالك. وابتدي بقى خشي مطبخك، اعملي حاجة كده دافية اشربيها، كوباية شاي، كوباية نسكافيه، كوباية قهوة، زي ما تحبي. المهم يكون ليكي شوية كده بقى مع نفسك بدون أي وش. وبعدين بقى حابة تقعدي مع ولادك، لو ليكي بنت كبيرة صاحبيها، ليكي ابن صدقيه. المهم إن كل حاجة في حياتك تاخد مجراها صح، ما تخليش يومك عشوائي. ده كان يومي معاكم النهاردة، حبيت أشارككم فيه. أتمنى لو عجبكم يومي ما تنسوش دعمكم ليا بالشير وباللايك. شكرا ليكم ولمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.